مذاكرة، روحي نامي بقى علشان تعرفي تصحي للامتحان. تقول لي لا أنا هكمل مذاكرة وأخلص الأول وبعدين أبقى أروح أنام. ما كانتش بترضى تسيب المذاكرة أبدا. أنا دي البنت لسه نايمة. اصحي يا جوجو اصحي، دي الساعة بقت 1:30 الظهر وانتي لسه عايزة تكملي نوم. هتكملي بقى لحد العصر؟ ايه يا ماما بس ما احنا في اجازة، عايزة اصحى ليه دلوقتي؟ تصحي يا اختي علشان تساعديني في شغل البيت مثلا كده، او حتى تجيبيلي طلبات من تحت، او تصحي اصلا عشان بقينا الظهر. يو بقى. حاضر يا ماما. اهو صحيت يا ماما. بقولك ايه يا ماما، هو انتي طبخة ايه النهارده؟ والله انت عايزة تصحي كده على طول وبعدين تلاقي الاكل جاهز؟ طب حتى اصحي واغسلي وشك حتى وبعدين ابقي اسألي على الاكل، مش اول ما تصحي كده على طول. ايه يا ماما بس ما هو انا جعان. قومي يلا اغسلي وشك على بال ما اشوف مين اللي على الباب. يا رب هلاقيها منين ولا منين. حاضر يا ماما. ازيك يا ام جان، عاملة ايه؟ وحشاني والله. الحمد لله يا ام منال، وانت كمان وحشاني والله. انا بقى قلت انت بقالك فترة ما عمتيش بتيجي ولا بتسألي عليا، فقلت اسأل انا واجي اقعد معاك. معلش بقى يا ام منال، انت عارفة بقى ان احنا كنا في ايام امتحانات وضغط وكده. ربنا ينجحهم ربنا ينجحهم ان شاء الله. ايه ده؟ طنط ام منال؟ ازيك يا طنط ام منال؟ ازيك يا جوجو عاملة ايه؟ طمنيني بقى عملت ايه في الامتحانات؟ الحمد لله، دي كانت ايام رخمة قوي. جوجو يا حبيبتي كانت هارية نفسها في المذاكرة، كنت افضل اقول لها كده اهو كفاية يا جوجو مذاكرة، روحي نامي بقى علشان الامتحانات. تقول لي لا يا ماما. كنت بفضل اقول لها كفاية يا جوجو مذاكرة، روحي نامي بقى علشان تعرفي تصحي للامتحان. تقول لي لا انا هكمل مذاكرة واخلص الاول وبعدين ابقى اروح انام. ما كانتش بترضى تسيب المذاكرة ابدا. انا ما شاء الله ما شاء الله، طول عمرك شاطرة يا جوجو. بسيط والله يا ترى، كانت طحنة نفسها بالمذاكرة. وعاملة ايه بقى في الأجازة؟ احنا خلاص بقينا في الأجازة اهو، فعايزاكوا بقى تبقوا تيجوا تزورونا. جوجو بقى مقضية الأجازة كلها في إن هي قاعدة بتساعدني في شغل البيت. أنا معلماها بقى الغسيل والطبيخ وكل حاجة. وهي بتتعلم وبتعمل معايا. أنا ما شاء الله شاطرة يا جوجو. تيجي بنتي منال تسمع. لا وايه كمان، دي بتنام بدري وبتصحى بدري من الصبح جدا من النجمة، وبعدين بقى ايه بتخلص شغل البيت وكل حاجة قبل ما انا اصحى. امال ايه؟ انا برافو عليكي يا جوجو برافو عليكي. وبرجع بقى من الشغل بلاقي الاكل جاهز وكمان بلاقي البيت نضيف جدا. شغل ماما انتي مش بتشتغلي اصلا؟ ايه؟ قصدي يعني لما بروح مشوار وكده برجع بلاقي الاكل جاهز والبيت نضيف. قومي قومي يا جوجو دوقي لطنطك ام منال العصير اللي انت عاملاه، العصير اللي انت عاملاه الساعه 7 الصبح على الرخام. انا عصير ايه ده اللي عملته؟ هو انا عملت عصير وانا معرفش؟ فرغيه في الكاسات وهديه لطنطك ام منال. كاسات؟ انا اللي هفرغه واجيبه كمان؟ يا ماما حبيبتي يا جوجو دي حبيبتي. ايه ده؟ في حاجة ولا ايه؟ يا نهار اسود. لا مفيش حاجة، بس مفيش حاجة. لا كده يبقى في حاجة. يا لهوي. طب ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس يا ام منال وجاية. تصحي ليه؟ شوفي البيت. تصحي يا اختي علشان تساعديني في شغل. اما اقعد بقى كده العب بالبابلز بتاعت جوجو قبل ما تيجي وتشوفي. الله دي حلوة الله بتفكرني كده بالبابلز اللي عند سبونج بوب. شبه والله شبه. يا جنى الحقيني يا جنى. جوجو. فين يا جوجو؟ تعالي قوليلي في ايه. وانا طالعة جاية قابلت طنط ام منال، فبعدين يعني لما هي شافت الشنطة الجديدة بتاعتي قعدت كده تبصلي من فوق لتحت ومن تحت لفوق. فيها ايه يعني يا جوجو لما تبص عليكي؟ يعني ممكن مثلا يكون عاجبها
عشان الشنطة بتاعتي الجديدة. مين اللي جاي دلوقتي؟ في حد على الباب، في حد بيرن الجرس. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ مش عارفة. يا رب بس ما تكونش طنط ام منال. بقفلها بسرعة وعينها قبل ما جوجو تيجي وتقفشني. أهلا يا طنط ام منال. طنط ام منال هي اللي جت يا جنى. طنط ام منال هي اللي جت. ربنا يستر. ازيك يا جنى عاملة ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا طنط ام منال. احنا لسه كنا بنجيب في سيرتها. ايه ده؟ انتوا جددتوا الديكور بتاع بيتكو صح؟ اصل الديكور القديم مش غريب عليا، ده انا كنت حافظاه. ما هو يعني يا طنط ام منال ما غيرناش حاجة غير حاجات يعني بسيطة جدا يعني عشان العيد. ما غيرناش حاجة تانية. اقول لها ايه دي؟ كل شوية تشتري حاجات جديدة وتجددوا يعني في بيتكو وكده. حلوة قوي جميل. انا سمعت صوت كده عندكم النهاردة فقلت يعني ان انا اجي واشوف عندكم ايه، يعني مثلا اشوف عندكم ضيوف ولا لا يعني وكده. اصوات؟ هو كل ما بتسمعي صوت لازم تدخلي وتخبطي وتدخلي البيت يعني؟ لا ما كانش في اصوات. مش عارفة انا بعطس في الصيف ليه، امال في الشتاء هعمل ايه؟ هاتي منديل من عندك يا جنى. حاضر. اتفضلي يا طنط ام منال خدي منديل. وريني كده. ايه ده ايه ده؟ وريني. دي حلوة قوي. دي بتاعت المناديل. مناديل بس. ايه ده؟ دي حلوة قوي. احنا عندنا بقى علبة المناديل كده بكاستها، مش مشتريلها بتاع حلوة كده مخصوص. حلوة قوي حلو. حتى المناديل دي مناديل يعني مش حاجة، هي مزبهلة بيها قوي كده ليه؟ دي مناديل. انتوا جايبينها منين عشان اجيب زيها؟ عجبتني جدا. مش عارفة يا طنط ام منال مش عارفة. هي ماما هي اللي جابتها مش انا. حلوة قوي خدي. ايه ده؟ انا شم ريحة حاجة حلوة قوي. شم ريحة كده تشيز كيك او تورتة، حاجة من دي يعني. لا خالص يا طنط ام منال. ده ريحة الجل بتاع جوجو. هي بس كانت سايباه مفتوح. ريحة الجل بتاعي. هو انا بحط جل اصلا؟ هي ريحة الجل بتاعي، اصل انا كنت سايباه مفتوح جوه. ماشي. بس انا برضو حاساكوا انكم بتضحكوا عليا كده، بس ماشي هعديها. كده هعرف كل حاجة. ايه ده؟ انتوا منورين كل الانوار كده ليه؟ ما هو كفاية نور واحد بس. ايه كل الحفلة دي؟ ما هو نور واحد بس، لازم يعني تشغلوا كل الانوار؟ اصل احنا عايزين نشوف بعض كويس يا طنط ام منال، مش عايزين نخبط في الحيط. طب بما يعني ان انا عارفة اخبار كل العمار، عارفة اسرار كل البيوت. والله انا عارفة كل اسرار البيوت كلها، وبنزلها بقى على جروب العمار. كل سر اعرفه انزله على جروب العمار على طول. جروب العمارة؟ واضح كده يا طنط ام منال ان ودانك كبيرة او بس يعني واضح انك عارفة اسرار البيوت كلها. جروب العمارة؟ يا لهوي يا لهوي، دي زمانها منزلة اخبارنا وماما واحنا في ايام الامتحانات. يا لهوي قوليلي بقى يا بنتي يا جوجو، من اسبوعين يعني وكده، اسبوعين ولا اسبوع؟ اسبوعين فاتوا سمعت امكم قاعدة بتزعق، كانوا ايام الامتحانات يعني. قال هي كانت بتزعق ليه؟ كانت بتزعق عشان ماما كانت يا لهوي دي هتعرف ان ماما كانت بتزعق لنا عشان احنا كنا في ايام الامتحانات. مش فاكرة اصل زي ما حضرتك يعني بتقولي يا طنط ام منال من اسبوعين فاتوا، وانا يعني مش فاكرة احنا كنا ايه امبارح، فانا مش فاكرة يعني، مش لازم اصلا تعرفي. نسيتي؟ كنت عايزة اعرف هي كانت بتزعق ليه. يلا مش مهم. لا قوليلي صحيح، انتوا دفعتوا ايجار البيت ولا لسه؟ ازاي يعني ندفع ايجار؟ ده البيت بتاعنا يا طنط ام منال، ما ينفعش اصلا ندفع، ده البيت بتاعنا احنا لوحدنا. ايه بتاعكم؟ يعني كل البيت ده بتاعكم لوحدكم؟ ده انا ما كنتش اعرف. ايه ده؟ اتاري بقى فاتحين الانوار دي كلها. ليه بس يا جوجو كده ليه؟ حرام عليكي
مأجرينه؟ البيت ده كله بتاعكم انتوا لوحدكم؟ اه، انا اللي كنت فاكرة انكم مأجرينه. اتاري كل شوية قاعدين تجددوا فيه وتجيبوا حاجات جديدة. اه، قال قولولي بقى، ايه رأيكم في اللفة الجديدة بتاعتي؟ حلوة مش كده؟ انا لفيتها بقى النهاردة وقلت اجربها وعجبتني قوي، ولاني يعني شفتها على النت وكمان شفت جارتنا ام شيماء بتعملها فعجبتني قوي قلت اعملها. خطيرة خطيرة يا طنط ام منال. هي جميلة بس مش مريحاني، حاسة كده ان كده احسن، لان يعني هي كانت محرراني، فانا اصلا حرانة دلوقتي. فممكن تشغلي لي التكييف اللي عندكم ده، التكييف الحلو الجميل اللي عندكم ده. ها، ريموت التكييف؟ اصلا انا مش عارفه هو فين، مش عارفه ريموت التكييف فين. لما الاقيه ان شاء الله بقى المره الجايه هبقى افتحه. يا خساره، كنت عايزه اتهوى شويه قبل ما امشي، بس يلا مش مهم. انا ماشيه اصلي رايحه عند بيت الجيران، يعني كنت عايزه اسالهم في حاجات وكده عشان انزلها على جروب العماره. يلا باي باي، هبقى اجيلكوا تاني بقى تكونوا لقيتوا ريموت التكييف تشغلوه لي شويه. باي 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 يا طنط منى، يا ريت ما تجيش تاني.